لأن هي أفكار وسواسية قهرية. نقول لهم فرق ما بين الفكرة وبين الواقع. الفكرة شيء والواقع شيء آخر مختلف تماما. ليس كل فكرة تأتي إلى ذهنك يعني أنها حقيقة. الأفكار مجرد أفكار. تقول لي لا، أنا حاضر في علم الطاقة أن أنت تجذب هذه الأفكار وتطبقها، وأن الفكرة إذا جاءت في ذهنك فإنها سوف تحصل. إيش الكلام هذا؟ ودمرت نفسيتها وأصبحت يعني حالتها النفسية سيئة جدا، لأن الأفكار تجيها دائما. الأفكار تجيها أنها راح تؤذي بنتها، أنها راح تؤذي أهلها، أن إذا أنا أفكر بهذا الكلام إذن راح يتحقق. هذا مضاد تماما للطرح العلمي اللي احنا نطرحه. يعني من الخرافات اللي أنا أتعجب منها، يجوني الأشخاص الموجودين في العيادة أن ما يسمى بمثالية المشاعر، the emotional perfectionism، اللي هو أن لازم شعوري مشاعري تكون إيجابية، وهذا الشعور الإيجابي لازم يكون مطلق على طول على طول على طول على طول. وهذا الكلام غير صحيح، علميا غير صحيح، لأن الإنسان يمر بمراحل، مرة يكون مشاعر إيجابية، مرة تكون سلبية، وهذا طبيعي. يعني مفاهيم أن الكون يستجيب، ذبذبات الكون تستجيب لك، هذا خرافة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير مثبت علميا. من أكثر الناس اللي يتأثرون بهذا الكلام الشخصيات القابلة للإيحاء، suggestibility personality، الشخصيات القابلة للإيحاء. هذول الناس اللي يكونون عندهم مشاكل في شخصيتهم، في نفس حالتهم النفسية، فرجايل، يعني هش